الخبر من قناة ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اختطف نظام القذافي إيمان العبيدي لساعات اليوم ثم أطلق سراحها. عملية الاختطاف حدثت أثناء اتصال هاتفي مع إيمان من غرفة الأخبار بقناة ليبيا، وقد سمع صراخها قبل أن ينقطع الاتصال معها. وكانت العبيدي قد تعرضت إلى الاغتصاب من قبل عناصر من كتائب القذافي، ذكرت بعضهم بالاسم أمام وسائل الإعلام العالمية. هذا وكانت قناة ليبيا أجرت يوم أمس اتصالا على الهواء مباشرة مع إيمان العبيدي جددت فيه اتهامها لنظام القذافي باختطافها واغتصابها. ومعنا إيمان العبيدي بنفسها تحدثنا من طرابلس. إيمان، لنعرف منك ما حدث بالضبط معك. إيمان. أيوة طيب إيمان، يعني أصبحنا نخشى عليك كلما يحدث اتصال بيننا. أنا كل ما نخرج من الحوش تجيني سيارة ترفعني، ما عارفة شنو ندير. اليوم كنت عند النائب العام مقدمة بلاغ في القناة الليبية، لما طلعت من ذلك نبي نشوف صحفيين رفضوني إني أنا نلتقي بالصحفيين. بعد ما طلعت من المكان اللي كنت فيه خشيت للشارع، مكان في طرابلس سموا فيه الشارع، تبعتني زوج سيارات مدنية خطفوني من وسط الناس في الشارع بالأسلحة الرشاشة، وبعدين قالوا يدوروا بي ساعات، وبعدين رفعوني للبحث الإدارة العامة للبحث الجنائي. الإدارة العامة للبحث الجنائي فرجت علي. يعني إيمان، من هم الذين اختطفوك؟ وإن كانوا يلبسون معناها لباسا معينا أو يحملون أسلحة؟ ما معهمش إثباتات. هل أخبروك هم مسلحين بسيارات مدنية ورفعوني للبحث الجنائي. هم من الحرس الشعبي قالوا رفعوني للبحث الجنائي. البحث الجنائي قال لي انت مش مطلوبه عندنا، ما فيش عليك اي مبرر، ليش جايبين لك هنا؟ وطلقوني. انا طبعا كل ما نطلع تخطفني سياره يوم من الايام مش حترد بيا للحوش. يعني إيمان، أنت محامية وتعرفين القانون جيدا، هل سألتهم لماذا يختطفون؟ يا سيدي مش مبلغين علي في الغرفة أي جهة، لا أمن داخلي ولا أمن خارجي ولا استخبارات مبلغة الغرفة إني أنا مطلوبة عندهم. أنا مش مطلوبة من أي جهة، ولا البحث الجنائي مطلوبة منا، وأنا كنت في سرايا النيابة اليوم الصبح، مش مطلوبة من أي جهة. هذه تصرفات هي يديروا فيها متابعين الحرس الشعبي، كتائب الحرس الشعبي. طيب يعني إيمان، لنبدأ يعني كلمة بكلمة ويعني واحدة بواحدة. إذا قاموا باختطافك أناس يعني يحملون السلاح ورفعوك إلى أين؟ يا سيدي قاموا باختطافي ناس مدنيين يحملون السلاح ويركبون السيارة مكتوب عليها طارقة شعبي عام. كل واحد في ليبيا يعرف شو معناها الكلمة، هي طارقة متاع شعبي عام، يعني نمرة السيارة مكتوب عليها شعبي عام، يعني تبع الدولة السيارة. صحيح، نعم. رفعوني بهدوني ضربوني في الشارع قدام الناس، جرحوا لي صوابعي ويديا، ما خلوا ما داروا فيا في الشارع، وبعدين قالوا لي اسفين جدا، صار خطأ. معقولة انا كل يوم ابكي؟ انا نبي نروح الاهلي، بس نبي نروح الاهلي في المنطقة الشرقية، هم رافضين اني انا نروح الاهلي، مانيش عارفة علاش، شديني رهينة عندهم ولا شنو. هل طلبت الحماية إيمان يعني من الأمن الجنائي، من أي جهات أمنية في ليبيا جراء هذا التصرف؟ يا سيدي حتى لما نمشي نشكي، أنا توا لما صارت معي الحادثة هذه مشيت للنائب العام نبي نشكي، قالوا لي مش قاعد. مشيت للأمين العادل قالوا لي مش قاعد. البحث الجنائي قلت لهم افتحوا لي محضر في الأشخاص عمالي وقفوني بدون وجه حق، قالوا لي مش تخصصنا. أنا مانيش عارفة شنو ندير في الدولة اللي ما فيهاش نظام، الدولة اللي مقلوبة فوق بعضها. ويقولوا لي احنا دولة قانون، أي قانون؟ هم دولتهم دولة الفوضى. هل لازلت مستمرة رغم يعني هذه السلوكيات وعمليات الاختطاف والإساءة إليك على موقفك إيمان؟ ما زلت مصرة على حقي، وما زلت مصرة أني نتلاقى مع الصحفيين، ومانيش راجعة على اللي أنا ندير فيه. إرهاب ما هو مش حيخوفني. هل حاولت الذهاب؟ ولا تشهيرهم بيا ولا تشهيرهم بسمعتي. ينادوا في المشاهدين القناة الليبية، القناة هي شوه جميع القنوات، شوه جميع الإعلاميين، ينادوا في المواطنين يقولوا لهم تعالوا خذوا ديسكات فيها علاقة غير مشروعة الإيمان العبيدي. حشاني منهم أنا، يكذبوا على الناس، يلصقوا في التهم للناس. ماذا تقولي لهؤلاء إيمان؟ ماذا تقولي لهؤلاء؟ نقول لعائلتي عرفتك كويس، عائلتي عرفتني كويس وواثقه فيا، واثقه من اخلاقي، ولو هم مش واثقين من اخلاقي ما كانوش وقفوا معايا. ونشكر عائلتي ونشكر ناس الشرق كله.
إيمان، يعني هل حاولت الذهاب إلى أهلك في بنغازي أو في المنطقة الشرقية مثلا في طبرق؟ هل حاولت يا الذهاب؟ سيدي الطريق من عند بنغازي ما نقدروش نفوتوا منها لان الكتايب قاعدين في سرت ومش حيخلوني نفوت، وخصوصا انا ايمان العبيدي مش حيخلوني نطلع، حيقتلوني في الطريق. تونس منعوني من السفر، منعوني من السفر الخروج من تونس، ومن تونس لمصر وذهاب للمنطقه الشرقيه منعوني. انا محبوسه في طرابلس، حتى المدن اللي جنب طرابلس معلمين عليا ما نقدرش نخش لا الزاويه ولا تجوره ولا اي مكان. هل تشعرين معلمين عليا جميع الكتايب الامنيه. هل تشعرين إيمان بأن حياتك مهددة؟ حياتي مادة أكيد، إذا كان كل بعد شوية تخطف فيا سيارة أمنية أكيد حياتي مادة. أنا ما نرقدش بالليل، أنا طول الليل نقعد صاحية نستنى أنت بيفقوا علي باب الحوش. والتهديدات تجي لأختي ولدة، أختي ولدة يهدوا فيهم، ولدة صغيرة عمرها 6 سنوات يهدوا فيها قتل ولدة. ماذا تقولين؟ هذه كلمة أخيرة نتركها لك في ختام هذا الاتصال بك إيمان. نعم؟ يعني كلمة وجهيها لمن تشائين. أنا الكلمة الوحيدة نوجهها للمنطقة الشرقية ونوجهها للمجلس الوطني إنهم يطالبوا وإنهم يرجعوني لأهلي، نبي نرجع لأهلي، نبي نرجع لحوشنا، نبي نستريح. أنا حياتي في خطر، أنا حياتي في خطر، نوجهها لكل حقوق الإنسان اللي في العالم، نوجهها وين تقصي الحقائق؟ ما جبناش إحنا تقصي الحقائق، يقولوا لجنة تقصي الحقائق، ما فيش حاجة. إيمان، يعني نأمل أن ترجعي لأهلك وإلى زوجك الدرناوي الذي ينتظرك في المنطقة الشرقية. إيمان العبيدي حدثنا من طرابلس، نرجو لك السلامة في جميع الأحوال. شكرا جزيلا لك.